قول يا مدينه. كان في واحده شغاله عنده في المحل، رجعت لقيت جوزي واللي شغاله معاه في المحل الاثنين في الشقه. اتنين ايه؟ وما فيش، ما سامع ولا كلمه. جوزك مع مين في الشقه؟ مع واحده بتشتغل عندكم وانت لقيتيه هو وهي في الشقه وقفلوا المفتاح عليه. وقافلين بالمفتاح عليهم. انت ايش يعرفك ان هما الاثنين جوه ما دام ما حدش فتح لك؟ بعدها عرفتي منين؟ منه، هو قال لك ايه؟ قال لي كان بيحل لنا مشكله. وانت مش مصدقاه؟ لا. ومخلفه منه وعايزه تتطلقي وتسيب المشروع عشان تتجوزوا واحد تاني هتلاقيه معاه واحد وواحده. ما هو السوق مش حلو يا هبله. هو انت فاكره لما تسيبيه ده هتتجوزي عمر بن الخطاب؟ ده هو اهبل منك عشان يقول لك كان في حد معايا. ده كلام يتقال؟ ده اللي يعمل خيبه ويسترها كما ستره الله ربنا بيرحمه. ولو معاه يا اخت ودخلتي ولقيتيهم الاثنين مع بعض في لحاف واحد بلغه الفقه او بيلعبوا استغمايه بلغتنا احنا النهارده ولا حاجه يا اختي. لو انت بتحبي سيدنا محمد تقولي ربنا يتوب عليك يا ابن الناس. انت مشاعرك مش طايقه يغور في داهيه، لكن انت لقيتيه بيعمل معصيه تحمدي ربنا